فيلمنا بيبدأ مع مارتن جوبريت اللي بيشتغل خباز في مخبز. المخبز ده كان ورثه عن أبوه في مدينة نورماندي بعد ما كان بيشتغل في مكتبة صغيرة. كان فاكر إنه لما بيرجع نورماندي إنه هيعيش عيشة مستقرة وحياته هتبقى سعيدة، بس الواحد بيحلم بيه حمادة والواقع بيطلع حمادة تاني خالص. وفي يوم من الأيام بيروح يطمئن على تشارلز صاحبه، وبيكون جاره الإنجليزي، ويلاقيه عمال يولع في حاجات قديمة عنده. كانت الحاجات دي بتخص جيما، ومن ضمن الحاجات دي كانت المذكرات بتاعتها. ومارتن بيغفله وبيروح سارق كل المذكرات، ولما بيروح بيته بيقعد بالليل يقراها ويتمعن فيها، وبيقرا تفاصيل حياتها وجوازها. بعدها بنشوف تشارلز وجيما هما الاتنين يوم فرحهم، ومن مذكراتها بنعرف انها كانت بتحب تشارلز قوي، وبتحب شخصيته وطريقته وكل حاجة فيه. بس هو كان بيكلم طليقته اللي كانت واجعة دماغه كل شوية اتصالات وتحكي له عن المشاكل اللي ما بتخلصش، وده كان بيضايق جيما جدا. لغاية بقى ما بيقرر تشارلز ان هما يروحوا ينتقلوا لندن علشان يبعد عن طريقته وعن وجع الدماغ اللي كانت بتسببه ليه. وبيروح بعدها يستقر في البيت اللي جنب مارتن. واول ما بيوصلوا في اليوم ده بيطلع عليهم كلب، الكلب ده بتاع مارتن، وهو بيروح وراه ويرجعه، وبيتعرف على تشارلز وجيما. ولما بيدخل مارتن بيتغدى مع عيلته، وبيحكي لهم عن جيرانهم الجداد وقد ايه ان هو مستغرب من الصدفة دي، وان اسمهم تشارلز وجيما على اسم ابطال رواية لو فلوبير، واللو فلوبير دي بيكون كاتب مشهور. وفي يوم من الايام بتروح جيما مع جوزها المخبز بتاع مارتن، وبيعجبها قوي الجو في فرنسا اكتر من لندن، وبتحس كده ان الجو فيه روح، بس مش روح الارواح الشريرة، وبتشتري منه العيش كله لما بيعجبها طعم العيش. وتاني يوم بيراقب جيما وهو راجع من السوق وبيتكلم معاها شوية. بس في الليل بقى بيروح لتشارلز البيت وبيطلب منه المساعدة، علشان ساعتها الكهرباء في البيت بتكون قطعت فجأة ومش عارفين المشكلة والسبب ايه. فبيروح مارتن يصلحها ومراته معاه، وبيسهروا كلهم سوا شوية. بس مارتن ساعتها بيكون مركز مع جيمي جدا وهي سرحانة، ومراته وتشارلز بيكونوا بيتكلموا في دنيا تاني خالص. وفي يوم تاني بقى بتروح له المخبز، وبياخدها يدخلها جوه ويوريها بيعمل العيش ازاي. العب يا حاج مارتن. بس بعدها بفترة بتروح له المخبز تاني، وبتقابل هناك ست فرنسية وجوزها انجليزي، وبتتعرف عليها وبتعزمها عندها في البيت علشان يكونوا صحاب اكتر. وفعلا بتروح جيما وجوزها ومارتن ومراته، وبيقعدوا بقى يتكلموا في السياسة. وصاحبة البيت بتدخلها وتفرجها على البيت كله وعلى الأوضة اللي هي عاملاها لجيمي، وبتقول لجيمي إنها تخنانة شوية ولازم تخس. وجيما فعلا بتصدق كلامها وبتاخد كلامها جد وبتبدأ تتمرن مع نفسها، وما عادتش بتروح المخبز تاني. لغاية ما بيقابلها مارتن وبيسألها، بيقولها انتي ما انتيش بتشتري تيجي مننا عيش ليه؟ وبيعرف ساعتها انها عاملة رجيم. فبيقولها ما تعمليش رجيم، انتي كده كويسة قوي، ويا ستي برضو لو عاملة رجيم انا عندي عيش رجيم وبعمله من اجود الانواع. بس فجأة بتصرخ جيما وبتقوله الحقني، ده في دبور قرصني في ظهري، ويا عيني على الحلو لما تبهدله الايام. المهم مارتن بعد ما بيستكشف بيلاقيها نحلة، ولما بيجي يشيل الإبرة بتاعتها من جسمها فجأة هوب بيشوفهم شاب معروف عندهم في المنطقة. بس مارتن بقى ساعتها بيتخض، بس على ما بيقوله ايه اللي حصل وايه اللي فصل بيصحح له اللي هو شافه. فجيما فجأة بتقع على الأرض وبيغموا عليها وبياخدوها على طول للمستشفى، وبنعرف ساعتها إن جالها نوبة حساسية. وتاني يوم بتروح لها صديقتها الجديدة هي وجوزها علشان يطمنوا عليها في بيتها، وبيكون معاها مجلة وبتوريها صورة اتنين صحابها لسه متجوزين جديد. أتاري الشخص ده هي كانت على علاقة بيه وبيحبوا بعض جدا، وبتستغرب انه اتجوز فجأة بسرعة كده. وبعد ما بيمشوا بتروح هي السوق علشان تشتري شوية حاجات، فبيشوفها مارتن وبيراقبها، وبيلاقيها بتشوف ألفي الشاب اللي كان وصلهم من المستشفى، وبيلاحظ انسجامهم مع بعض وشرارة الحب اللي فجأة طلعت ما بينهم. وبعدها جيما بتبدأ تتغير وتكون أكتر حيوية وسعادة، وبتقوم تغني وترقص، وكل ده من تأثير ألفي اللي بقى بيتقابل معاها دايما. وفي يوم من الأيام بتروح له القصر بتاعه فجأة وهو ما بيصدق، وبيروح مدخلها ويفرجها على المكان كله. والمكان ده بيكون عبارة عن تحفة فنية من رأيها. مارتن فجأة بقى بيعدي بالصدفة وبيشوفها وهي جوه القصر، وبيقف يستنى علشان يشوفها هتخرج على طول ولا هتفضل جوه. ولما بتتأخر ساعتين تلاتة كده جوه بيفهم ان في علاقة ما بينهم. لكن السؤال هنا، امال فين تشارلز من المعجنة اللي بتحصل دي كلها؟ وبالليل بيتجمعوا التلات عائلات مع بعض وبيقضوا السهرة مع بعض. وطبعا كالعادة مارتن عينيه ما نزلتش من عليها وما بيبقاش مركز مع حد خالص غيرها. والصبح بيشوف ألفي وبيسأله ويطمن
يطمن عليه ويقوله ها كلمت خطيبتك ولا صديقتك؟ ما تكلمها علشان تيجي تقعد معاه بدل ما انت قاعد لوحدك كده، علشان يركز في دراسته وامتحاناته. بس طبعا الكلام ده بيكون فاكس عند الحاج ألفي ومش بياخد بنصيحته، وده لأن بعدها ب5 دقايق بالظبط بنشوف جيما رايحة عنده القصر تاني، وبيشوفها مارتن في المخبز فبيسألها عن تشارلز فبتقوله ان هو في لندن علشان عنده شغل كتير. وبعد ما بيخلص في المخبز بيروح لألفي في القصر ويقطع عليه خلوته مع جيما، وهو ما بيكونش رايح يقابله ولا حاجة، ده رايح علشان يتجسس عليهم ويعرف ايه اللي بيحصل بينهم بالظبط. وساعتها بيتأكد بنفسه وبيسمعه وهي بتتكلم عن جوزها وانها مش بتحبه، وليلتها بقى مارتن مش بيجيله نوم من كتر التفكير. طيب يا ترى يواجهها ولا يقوله جوزها ويعرفه بحقيقة مراته ولا ايه؟ الراجل هيبقى خلاص فاضله شهرة ونسحبه على عباسية. بعدها بفترة بعد ما بيرجع تشارلز من لندن، جيما مش بتتغير ولا بتبطل تروح لألفي على عكس طبعا المتوقع، وفي كل مرة بتكون واخدة معاها لبس تاني وبتروح مغيرة قبل ما تدخل القصر. وهي بقى بتعدي بتوقع فجأة تمثال لآلهة الحب وبيتكسر، وألفي بيتضايق جدا لأن التمثال ده بيكون غالي جدا عنده، وأمه بقى لو عرفت هتبهدل الدنيا. بس جيما بتقوله إنها هتاخده لجوزها يصلحه وبتقدر تقنعه وتتفق معاه إن هو يروح معاها لندن. ولما مارتن بيعرف منها إنها مسافرة لندن في شغل بيعمل نفسه بقى إن هو متفاجئ، وهو بيكون هارش أصلا الموضوع وإنها رايحة مع ألفي، وهي بيكون الحب للأسف عميها بس مبسوطة ومش شايفة الحقيقة وايه اللي ممكن يحصل، وان ألفي هيسيبها ويكسر قلبها. وكل ده بيكون الحاج مارتن شايفه وعارف ايه اللي ممكن يحصل بالظبط، لأنها بتكون نفس أحداث رواية مدام بوفاري بالظبط، وهيتكسر قلبها في النهاية. وده فعلا اللي بيحصل لما بتلاقي فجأة جواب من ألفي بينفصل عنها بنفس كلمات الجواب اللي في الرواية، فبتروح له القصر. بس قبل ما بتوصل بتلاقيه بعت لها رسالة وسايب لها جواب وبيقول لها انه مش هيقدر يروح معاها لندن زي ما هما اتفقوا قبل كده. فبترجع بيتها بقى وهي مكسورة ومصدومة ومش بتنطق ولا عارفة أرد. وقافي في الوقت ده بيكون قاعد مع أمه وفجأة بتسأله عن التمثال، فهو بيقول لها انه اتكسر. والست ساعتها بتتجنن، ايه اللي ممكن يكون كسر التمثال؟ ده عدى عليه حربين عالميتين وثورتين وما حصلوش أي حاجة ولا حصل له أي خدش. فابنها بيقول لها ان هو وداه واحد اسمه تشارلز علشان يصلحه. فبتروح والدته لتشارلز وتسأله عن التمثال، وبيطلع اصلا انه لا يعرف التمثال ولا يعرف صاحبة التمثال ولا ابنها ولا عمره شافه قبل كده. والست ساعتها بتستغرب لان ابنها قال لها غير كده، وبتفكر بقى ان تشارلز ده ممكن يكون انجذب للتمثال بما ان التمثال غالي جدا فممكن يكون طمع فيه. فبتروح مدياله الكارت بتاعها وتقوله يبقى يكلمها لو عرف اي حاجة جديدة. وبتمشي وتشارلز بيقول لجيما عن التمثال اللي ام ألفي جت وسألته عنه. وفي الوقت ده بتقرر جيما انها تعترف له بكل حاجة، وبتطلب منه انه يقعد معاها علشان تتكلم معاه شوية، لكن هو بيرفض وبيقول لها انتي مش كنتي طايقة تبصيلي بقالك شهرين، وفي الوقت ده جاية وعايزة تقوليلي عايزة اكلمك ومفروض عليا بقى ان انا ابقى قاعد وسامعك؟ طب ان شاء الله بقى انا مش عايزة اسمع منك حاجة ولا عايزة اتكلم معاكي. وبيقوم داخل على طول على اوضته ومجهز شنطته ومسافر على لندن. وتاني يوم بيجي لجيما جواب من المحامي بتاع ام ألفي وبيطالبها فيه بانها ترجع التمثال والا هيتصرفوا تصرف تاني معاها مش هيعجبها خالص. تقريبا كده بيعملوا معاها الجلاشة ومسكوها السلك. وبيجي مارتن بالصدفة علشان يرجع لها الكلب بتاعها بعد ما شافه عمال يتمشى على الطريق لوحده. فساعتها جيما بتطلب من مارتن انه يساعدها ويرد على جواب المحامي لان اللغة الفرنسية بتاعتها لسه مش قد كده. بس مارتن طبعا بيكون متوتر بسبب جيما وجمالها ومش عارف يركز لا في الجواب ولا في اي حاجة خالص. وفجأة بيسمع جيما عمالة تصرخ وبتتنطط في كل مكان بسبب ان في فار جه عليها. ولما بيتخلص على الفار ده ويخلص عليه بيدخل المطبخ يرميه في الزبالة، فبيلاقي عندها زرنيخ. ولما بيشوفه بيتعصب جدا وبيركبوا ساعتها 100 عفريت وبيقعد يزعق لها لان في الرواية مدام بوفاري اتخلصت على نفسها عن طريق الزرنيخ، فهو خايف انها تعمل كده يعني. والله انا حبيت الحاج مارتن ده وشايفاه شخص محترم جدا. عدى بقى كام يوم وبتروح جيما عند صاحبتها علشان تعمل لها شغل في البيت وشوية ديكورات كده، وهناك بتشوف باتريك صديقها القديم اللي كانت
شافته صورته قبل كده في المجلة، ولما بتسيبهم بتروح تشوف شغلها بيروح وراها وبيطلب منها انهم يرجعوا لبعض تاني بما انه يعني انفصل عن مراته، بس هي بتقوله ابعد عني يا عم الحاج انت، انا روحي في مناخيري ومش طايقة نفسي. بعدها بقى جيما بتطلب من مارتن انه يقابلها في الكاتدرائية، بس لما بتتأخر بقى عليه شوية بيروح طالع كده علشان يشوفها اتأخرت ليه، فبيلاقي عربيتها عطلانة بره وهي ساعتها بتكون واقفة مع باتريك وبيفضل يتقرب منها وهي مش بتمانع. ايه ده، دي فاتحة ملعب يا جدعان، اي حد جاي سكة. بعد كده بقى مارتن بيتصدم من اللي شايفه، والله صعبان عليا الراجل مارتن ده. بس جيما لما بتروح مع باتريك للمطعم بتقوله يا ريت يبعد عنها وانها مش هتبقى عروسة في ايده كده يحركها زي ما هو عايز، يبعد بمزاجه ويقرب بمزاجه وهي مش بتعرف تقاوم. فبتروح بقى تلم حاجتها علشان بتقرر ان هي تبيعها وتسافر، وبالصدفة كده بتلاقي التمثال متصلح وبتفهم ان تشارلز اللي صلحه، فبتكلمه علشان تتأسف له على معاملتها معاه وبتفضل تشكره انه هو صلح التمثال. وبعد كده جيما بتقابل مارتن وبتعزمه يدخل يشرب معاها حاجة وبتصلحه عشان خلته يستناه يوم كامل في الكنيسة. ولما بيدخل بيشوف انها بتلم كل العفش اللي كان في المكان وبتبيعه، وهي بتقوله انها عملت كده علشان تسد كل الديون اللي عليها. ولما بيتكلموا شوية مع بعض بتعرف ان هو اللي كان بعت لها الجواب باسم ألفي، وانه عمل كده علشان كان خايف عليها يحصل معاها زي ما حصل في الرواية لمدام بوفاري. وهنا بتقوله ان هي مش هتعمل زيها، وهي بتقوله ان عمرها ما تخلص على نفسها بسبب شوية ديون. فبعد كده مارتن بيسلم عليها وبيمشي، وفي تاني يوم بيخبز لها مخصوص شوية عيش وبيسيبه لها قدام البيت. فبيجي بعدها باتريك وبيحاول يقنعها ترجع له وبيدخل معاها البيت، بس بعدها بيوصل تشارلز ولما بيدخل بيلاقيها عمالة تفرفر وباتريك موجود، ولما الإسعاف بتيجي علشان تاخدها بتكون ماتت خلاص. وبنعرف بعد كده انها ماتت علشان مخنوقة بحتة عيش اكلتها، وباتريك كان بيحاول ان هو يساعدها لكن تشارلز افتكر ان كان بيحصل بينهم حاجة وبعدها عنه وفضل يضرب فيه، وهي طبعا اتخنقت وماتت. وفي المذكرات جيما كانت مقررة انها هتبيع البيت وتسافر لتشارلز وتنسى كل اللي حصل، بس يا عيني ملحقتش تعمل كل ده، ولحد دلوقتي تشارلز ما كانش يعرف انها بتخونه، وعلشان كده مارتن سرق كل المذكرات بتاعتها علشان جوزها ما يعرفش. وبيعدي 6 شهور وبتيجي واحدة تانية بتسكن في البيت اللي كانت قاعدة فيه جيما، ومارتن بيخرج ويتعرف عليها على أساس إنها بتكون بقى الرواية التانية والرواية الجديدة من روايات اللي هو بيقراها وبتتحقق. والمخرج بقى بيسيبنا محتارين عند الست دي شوية ومستنيين الجزء التاني اللي هيحصل لحياتها، وبيخلص الفيلم على كده ومش عارفين الرواية الجديدة بتاعت مارتن اللي بيقراها هتتحقق ولا لأ. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك، دعمكم يهمنا علشان نستمر.